شوف اسمها ماروكو، والمغرب كان يسمى المغرب العربي، تونس الجزائر ليبيا موريتانيا والمغرب كانت ماروكو. نتوما في الاعوام الاخيره حولتوا اسم الماروكو. نتوما في اوروبا تقولوا ماروكو، مغربي تسقسي في اوروبا يجي ليه الماني يقول له فوايا بيسو، يقول له اوس ماروكو. ماروكو ماشي اوس مغرب، اوس مغرب، فرق بين المغرب وماروكو. مغرب هو المغرب العربي، نتوما سرقتوا الاسم تاع مغرب حطيتوه على بلادكم باش اي ثقافه في التراث او الكتب القديمه اللي تذكر التاريخ تاع المغرب وهو المغرب العربي ديتو انتو كالمغرب كبلاد. اي كلمه مغرب خلاص هذا الثقافه تاعنا. شوفوا كتب قديمه راك فاهم باش نحطك انا عند بلاصتك. بالك ليس مشكل سياسي، المشكل في الجزائر اولا وقبل كل شيء مشكل هويه. سي ان بروبليم ايدونتيتير. عبالكم نقول لكم حاجه، بالك جو في شوكي لي زالجيريان يتشوكاو. عبالك باللي كنو سوم لو سول بي او موند كي نا با ريغلي سون بروبليم ايدونتيتير. اليوم 52 سنه بعد الاستقلال الجزائريين ما على بالهمش شكون يكونوا كي سوم نو اون طون كالجيريا. هذا هو السؤال المطروح. ليس مشكل سياسي، المشكل في الجزائر اولا وقبل كل شيء مشكل هويه. سي ان بروبليم ايدونتيتير. اصبحت تسهيلا للنطق والكتابه. انا فقط كثقافه عامه نكمل. انا ساعطيك كلمه. اسمح لي. كثقافه عامه. نعم. عندما نقول الجزائر، العثمانيين كان عندما ياتيهم احد يقولون هذا اتى جزائر، فبداوا يتحدثون بينهم اقتصاديا، جاء زائر حتى اصبحت التسميه تطلق الجزائر. انا اريد لماذا تسميه المامشه بالضبط؟ أنت رجل معاصر وأنت رجل تاريخي. لماذا هذه التسمية؟ لأنه التسميات عندها منطق حضاري. سأجيبك. نكمل اللمامشة والنمامشة. الفرنسيون لقاو النطق بلامين فهمني متلازمين، فهمني النطق يكون صعبا والكتابة تكون أصعب، فحذفوا اللام الأصلية نتاع اللمامشة وعوضوها بحرف النون وقالوا لي نمامشة، بينما في الاصل كان ولكن الاصل اللي لو منشا. اذا تحريف النمامشه هي تحريف فرنساوي، تحريف فرنساوي. اما اصل كلمه اللمامشه منين جت الكلمه هذه ولما سميت هذه القبيله الكبيره التي تسكن في ناحيه تبسه باللمامشه؟ هذه روايات كثيره متعدده، فمن لا يمكن الاطمئنان اليها. من النشيد الوطني على بالك شكون الاعلام الجزائري؟ تعرف شكون اللي داروا ولا لا؟ خلينا ما نهضروا على الاعلام. كي واحد في النشيد الوطني اللي جاي ليك اسمع، الاعلام الجزائري انت راك من الناس اللي راه ينادوا باللي يحذفوا المقطع تاع يا فين سقط المطار. شكون اللي دار الاعلام الجزائري؟ على بالك شكون؟ راش تجاوبني. خلينا ما تعرف شكون ولا لا؟ ما عندهم والو. يسموها ايميلي بيسكو فرنسيه. يعني مناصحه للشعب الجزائري والحكومه الجزائريه، يا جماعه النشيد الوطني بتاعكم في بدايته كلمات شركيه فغيروها بما يتوافق مع كتاب الله وسنة الرسول. مش كل واحد يعمل النشيد الوطني او يذكر النشيد الوطني بتاع الجزائر يتحمل وزر. يعني الكلام ده هو المفروض يبقى فيه مصارحه. ادي النشيد الوطني بتاع الجزائر اهو. قل قسما بالنازلات الماحقات. قسما بالنازلات الماحقات ده شرك يمكن تصليحه او تظبيطه من خلال كلمه واثنين. قسما بالذي جعل النازلات الماحقات، كده سليم، كل النشيد يبقى سليم. الذي جعل بس. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات في الجبال الشامخات الشاهقات. وأن ذكر بعدها نحن صرنا فحياة أو ممات وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. نص النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحاح أن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. يبقى من المناصحة الحقيقية لولاة الأمر في الجزائر، هو عيب يعني ما يتغير فيه كلمة في النشيد الوطني؟ مش عيب ولا حاجة، بل مناصحة لولاة الأمر ومناصحة للشعب الجزائري كله. لأن اللي هيعمل إيه؟ اللي عنده عقيدة سليمة مش هيقول النشيد ده. وأنا معك على الموضوع النشيد الجزائري 100%. يعني أريد أنا كذلك أن يكون تغيير في النشيد،
ولن نؤيدك يا شيخ. مدى من محبتنا للجزائر ولحكومة الجزائر والشعب الجزائر، لأنه في حاجة غلط، كلام الرسول واضح مش كده برضه؟ فعلا يا شيخ فعلا. والله أنا يعني لو أنه يسمعوني كذلك، أنا مواطن من الشعب الجزائري أريد أن يعني يكون تغيير يعني في القسمنت. إن شاء الله صوتك وصل للحكومة الجزائرية الآن وهم بيتابعونا وعارفين. أنا يا شيخ أن الشعب الجزائري كله يحبك. الله يحفظك، الله يحفظك. هذا الكتاب اللي تيهضر على الحليه الامازيغيه وعلى علاقتها بالمرجان هنا بالمغرب. تكلم لنا على هذا الابداع ديالك هذا. نعم مرحبا. كان طلبوني واحد البنكه من ايطاليا، لا بنك في تولي ديال غريكو، درنا دراسه على لو شومان دو كوراي ديال المرجان ديال الاتلانتيك وديال الميديتيراني. وهذا المدير ديال هذا البنك هذا كل سنه يعرض على دوله، فانا جاوا لعندي ومثلت المغرب والجزائر، لانه اللي بيجوا قبيل القبائل كانوا كيتخدموا في مكناس. مثلت المغرب والجزائر لانه اللي بيجوا قبيل القبائل كانوا كيتخدموا في مكناس وكذلك في تيزنيت. فالمنطقه ديال فيكي كانت هي المنبع ديال الترافاي ديال لي كورو ديال المرجان، وكذلك الترصيع بالمينا لي زيمو. داكشي باش